ازيكم عاملين ايه النهارده؟ كده هنعمل وجبة تنفع غدا تنفع عشاء على السريع، من غير لحمة من غير فراخ. بس ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناة وتدوسي لايك وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اي فيديو انا بنزله. هنا جبت لفة جلاش. احنا ولا هنستخدم بقى زبدة وسمنة، وعلشان طبعا الجلاش روحه في الزبدة او السمنة خالص. احنا هنعملها كده حاجة اقتصادية كده سريعة، واللي متاح عندك في البيت هنعمل بيه. هنا انا جبت دي لفة جلاش مش كاملة، يعني انا هجيب لفة جلاش تاني. دي كانوا حبة كده صغيرين، كنت واخدة منهم قبل كده، واتبقى دول وطلعتهم اعمل بيهم الاكلة دي. لكن انت ممكن تعمليها بلفة واحدة عادي، وطبعا على حسب الصينية اللي انت هتعملي فيها. بس هي اللفة الكاملة هتكفي للوجبة دي جدا. هنا انا زي ما انت شفتوا جبت اللفة كده وبقيت اقطعها تقطيع عشوائي جدا. عايزة تقطعيها اصغر من كده قطعي زي ما انت عايزة. تمام. كده كده اصلا هي التقطيع دي مش هتبين خالص في الاكل. آه هنا اهو بعد ما قطعتها هجيب الصينية بتاعتي. هنا كنت بس بنشفها عشان كنت لسه غسلاها، وهندهنها دهنة من الزيت بسيطة بس. ولا بقى هنحط سمنة وزبدة على الجلاش خالص. هي دهنة كده بسيطة في الصينية اللي انت هتعملي فيها وبس كده. آه وبس اهم حاجة تدهني كويس او تحطيها في صينية ما بتلزقش، علشان اي ما فيش حاجة تلزق منك او تبوظ منك. وهبدأ كده هنا حطيت شوية من الزيت، وهبدأ ان انا اوزعهم كويس جدا في الصينية بتاعتي. وادهنها كلها كده بالزيت. الاكلة دي جميلة وسريعة وخفيفة، والله ما بتاخدش اي وقت. هي كلها على بعض بتاخد ربع ساعة بس كده. وهنا بعد ما دهنتها هنزل عليها بقى بالجلاش بتاعي، وحطيه بأي رصة، اي رصة عشوائية. هي دي حلاوتها ان هي بتحطيها على اي حاجة هتبقى تمام قوي قوي معاكي. وهنا اهو انا جبت اللفة التانية علشان انا برضو ما خدتهاش كلها، يعني انا خدت اللفة اللي انا جبتها دي هاخد منها حبة وهشيل الباقي. آه انا كان ممكن اخد دي، بس انا قلت اخلص القديمة واستعمل دي. انا بستعمل اللي هو الجلاش العادي من غير اللي هو ولا ماركة ولا اي حاجة. انا بجيبه من عند الراجل كده عادي. هنا كنت حطيت جبنة على زيتون. كان عندي بسطرمة بقالها كتير قوي في الفريزر، ما كنتش عارفة استخدمها بايه، وما كانش يعني ما كانش يعني استخداماتي ليها قليل قوي، فقلت استخدمها. كان باقي فيها كام حتة كده وقلت احطها. ممكن تحطي فلفل الوان، فلفل اخضر، آه، اللي عندك حطيه. عندك لانشون حطي، عندك سجق حطي، لحمة مفرومة. انا عاملاها جبنة، ده كان المتاح عندي. بس كده. وحطيت جبنة موتزاريلا برضو عايزة تحطيها حطي. باندا ما بقتش حلوة خالص خالص. في نوع انا سامعه ان هو كويس جدا وسعره اقل كتير قوي من باندا ودومتي والحاجات دي، فهجربها وبقول لكم رايي فيها ايه. بصراحه ما عجبتنيش نهائي، بقالي كذا مره اجيبها وما بتعملش اي حاجه، فمش عجباني خالص بصراحه. وطبعا الخطوه دي اختياري، عايزه تحطي جبنه موتزاريلا حطي، مش عايزه براحتك. انا كنت قطعت اللفه التانية شويه منها، وهبدا احط على الوش كده. تمام. آه وبرضو بتترص رص عشوائي، يعني
من غير اي افتكاسات فيها خالص. ونزلت بالباقي اهو، وخلاص هبدأ بقى ان انا اغطي بس الوش خالص كده. على فكرة انا جربتها من غير ما اعمل الطبقة اللي على الوش دي، والله العظيم حلوة جدا. عايزة تغطي بتعمليها طبقة تمام، مش عايزة براحتك. وهنا حطيت برضو رشة من الجبنة الموتزاريلا و واكتفيت بكده. وبعدين بقى هجيب كوباية لبن عليها بيضة ورشة من الفلفل الاسود. هنسقي بيها الجلاش. عايزة تعملي كده تمام، مش عايزة براحتك خالص. دي برضو خطوة مش ضروري. هنا بس كان شوية لبن وقعوا مني، وهحط هنا اهو رشة من الفلفل الاسود ونقلبها كويس ونسقي بيها الجلاش. ولما نسقي بيها الجلاش تسيبيه بس ايه كده قبل ما تدخليه الفرن كده 5 دقايق 10 دقايق، قبل ما يعني لو لسه مولعتيش الفرن سيبيه الفرن يسخن، تسيبيها بره شويه. لو الفرن سخن تسيبيها 5 دقايق بره، وبعد كده ايه دخليها. هنا انا هجيب الصينيه وهسقيه بيها كده زي ما انتوا شايفين الصينيه كلها، وهسيبها بقى كده 5 دقايق كده، وهبدأ ادخلها الفرن بس كده. وده كان شكلها بعد ما طلع. انا قعدت في الفرن حوالي 35 دقيقة وطلعتها. انا ما فتحتش الشوايه خالص، انا سبتها مع نفسها في الفرن. لو هتولعي الشوايه والفرن مع بعض هي ربع ساعه بس. انا عندي بس يا حاجه واحده بفتحها، ففتحت الفرن وسبتها. خدت مني 35 دقيقه بالظبط. وهنا بقى بقطعها. شايفين يا جماعه منظر اصلا الصينيه عامل ازاي؟ ما شاء الله حلو جدا. وحاجة سريعة وخفيفة، وممكن تعمليها وجبة في الغدا وجنبيها مثلا شوية بطاطس محمرين، آه اي حاجة كده مخللة، هتبقى حلوة قوي وتقضي الغرض. هنا بس عشان كانت سخنة فكنت بحاول ان انا ايه يعني اقطعها، بس ايه علشان بصراحة كنت عايزة كلها وهي سخنة تدفي كده بقى في الشتاء. وخلاص هنا كنت قطعتها، وهبدأ احطها بقى في الاطباق. ده كان الشكل النهائي، ويا رب تكون عجبتكم. باي باي.